تطور العلاقة ما بين العميل وما بين المهندس لمدة أكثر من 20 سنة. دكتور أحمد سعيد زايد، استشاري جراحة العظام في القوات المسلحة المصرية. قبل ما أعرفك كنت بتعامل من خلال العمال، وقتها بتحس إن أنت يعني قد تكون أخطأت، لأن مش ده اللي أنت عايزه. دي كانت تجربة فاشلة مع العمال. هل الثقة دي جت من مرة واحدة؟ حسيت بالموهبة بتاعتك لما بدأت تعمل لي الرسومات، المساحات هنستغلها. I was impressed يعني، فعشان كده طبعا لقيت في فرق. بتتكلم إيه يعني؟ طب احنا طبعا في وسط الشغل كان بيحصل دايما تعديلات. فكان بالإقناع وما تعبتش خالص من التعديلات، بالعكس التعديلات كانت الأحسن تملي. وما حسيتش أبدا إن أنا بدفع أزيد من السوق في حاجة خالص، بالعكس أنا حسيت إن أنا بدفع أقل، لأن إحنا كأسرة إحنا عارفين إحنا عايزين إيه. حتى مواعيد التسليم. كنت خايف إن أنت تتأخر، دي أثبتت يعني إن أنت فعلا على مستوى عالي جدا. أكيد أنت هتوفي لما تاخد الحاجة كويسة من الأول، العلمية من الأول، ويكون السعر بتاعها معقول بالنسبة للسوق، هو ده الرخيص. إنما أنت لما تعمل غلط وتهد وتبني من جديد دفعت الأضعاف وبرضه مش هتوصل اللي أنت عايزه. موضوع الحلقة النهاردة هنتكلم فيه عن تطور العلاقة ما بين العميل وما بين المهندس، وعندنا نموذج كويس جدا النهاردة هنشوف فيه ازاي العلاقة دي اتطورت لمدة أكتر من 20 سنة. ضيفنا النهاردة ضيف مميز، صديق عزيز، أنا اتعاملت معاه وكان ليا الشرف أتعامل معاه، وكان من أهم العملاء عندي. دكتور أحمد سعيد زايد، استشاري جراحة العظام في القوات المسلحة المصرية. أهلا بيك يا دكتور أحمد. أهلا يا باشمهندس، ازيك؟ أهلا بيك. احنا كان عندنا كام استفسار كده احنا عايزين نتكلم فيه في البرنامج بتاعنا عن شغل التشطيبات معاك. انا كنت عارف ان انت كنت عايش فترة بره مصر، ولما رجعت كان ليك تجربة بينا. أول تعامل كان في التشطيبات بتاعتنا، كانت عبارة عن فيلا وبدأنا فيها نتعامل مع بعض. هو قبل التعامل اللي أنا اتعاملته معاك من خلال مهندس زي حضرتك، عندك شركة وعندك أسلوب علمي، أنا قبل ما أعرفك كنت بتعامل من خلال العمال. يعني أنا أول ما رجعت من البعثة بتاعتي بدأت عايز الشقة بتاعتي أشطبها من جديد وأجددها من جديد، فكنت بتعامل مع عامل مني له. يعني مثلا نقاش، تعالى يا نقاش اعمل لي، بتاع رخام تعالى بتاع رخام اعمل لي، ارضيات نجار وكده. فدي كانت تجربه، اول تجربه ليا يعني حقيقيه مع التشطيب في الشقق والعمال وكده. فطبعا يعني ما كانتش تجربه ناجحه خالص، لان التعامل مع عامل انت بتاخده بناء على سمعته من جار ليك او قريب ليك، وما انتش عارف بالظبط هو بيبقى ايه. وقتها بتحس ان انت يعني قد تكون اخطأت، لان مش ده اللي انت عايزه. لان العامل مهما يكن ما هواش متعلم، ما عندوش الخبرة، ما عندوش التجربة، ما يبقاش عنده في يوم نفس المهارة بتاعت اليوم اللي قبله. فدي كانت اول تجربة ليا في التشطيبات، دي كانت تجربة فاشلة مع العمال. فما انبسطتش خالص من الشغل، وبتبدأ تتخانق معاهم، يقول لك هو ده احسن حاجة، ويجيب واحد تاني يصلح، يعمل لك حاجات غلط وهكذا. فدي التجربة الأولانية ليا. إنما التجربة بتاعتك أنت هي أول تجربة صح أنا بدأتها معاك من ساعة ما خدت الأرض بتاعت الفيلا اللي في الشيخ زايد وبدأنا مع بعض. احنا اتعاملنا الفترة اللي فاتت مع عملاء كتير، وكان دايما عندهم مشاكل في انهم يبدأوا التشطيبات مع حد يعرفوه او حد يثقوا فيه. احنا طبعا اتعاملنا مع بعض كتير، وحضرتك الحمد لله في ثقة بينا. بس انا عايز اوضح النقطة دي بسؤال: هل الثقة دي جت من مرة واحدة؟ مش من مرة واحدة، هي البداية بتاعتي معاك. يعني أنا لقيت طبعا قدامي شاب طبعا على أعلى مستوى من العلم والثقافة، ومتحمس وموهوب. حسيت بالموهبة بتاعتك لما بدأت تعمل لي الرسومات وتعمل لي الاقتراحات بتاعت الفيلا، وهنعملها ازاي، وازاي احنا المساحات هنستغلها، وازاي القصة دهيت. فمن الاول يعني I was impressed، يعني كنت متأثرت بالايجاب من ناحية ان انت ان شاء الله يكون هو ده المهندس المظبوط اللي هيشطب لي مظبوط. فمن الاول لقيت ان الدنيا بالنسبة لي هتبقى حاجة كويسة ان شاء الله. فطبعا ده فرق سما من ارض لما كنت بتعامل مع عامل، العامل ده ما عندوش اي حاجة خالص من اللي كنا بنتكلم عليه، الحاجات اللي موجودة عندك. يعني لا عنده علم ولا عنده ذكاء جامد، اللي هو خبرته كلها الخبرة محدودة في الحاجات اللي هي اللا علمية. يعني هو خبرته مش بيشتغل بعلم، مش بيشتغل برسومات مظبوطة، مش بيشتغل بسكيدجول مظبوط. فعشان كده طبعا لقيت في فرق. بتتكلم ايه يعني؟ طبعا لقيت ان شاء الله انت كنت وقتها، انا 2006 بقى، شوف من 20 سنة
كنت انت ان شاء الله يبقى مهندس المبشر بالخير. طب احنا طبعا في وسط الشغل كان بيحصل دايما تعديلات، طبيعي يحصل تعديلات في اي شغل. احنا بنشتغل كشغل تشطيبات في اي بند من البنود. طبعا حصل بعض التعديلات في الشغل معاك في كذا موقع. عايز اعرف طريقة التعامل كانت مع التعديلات دي كانت عاملة ازاي؟ التعديلات كانت كلها بالاقناع ومنطقيه وللاحسن. يعني مثلا كنا اتفقنا على مثلا نحط حيطه معينه هتعمل اوضه معينه بطريقه معينه. انت مثلا جيت قلت لي لا، ده احنا لو عملنا الحيطه دي بطريقه تانية في المكان التاني ودهنا كذا بالاقناع، وجبت لي رسومات وجبت لي كتالوجات، فكنت بتقنعني. فكان كله بالاقتناع، يعني من اول الرسومات الاوليه اللي انت بتجيبها لي للفيلا نفسها او للشقه نفسها او للعياده نفسها كنا بنتفق. لو حصل تعديلات بعد كده كان كلها بالاقناع وبتبقى للاحسن. احيانا التعديلات كانت بتبقى منك واحيانا مني. يعني كنت اقول لك لا دي مثلا مش هتريحني قوي فاعمل لي كذا، فانت طبعا بتروح دارس وتقول لي مثلا انا اريحك بالطريقه الفلانيه، هنعمل ده هنا، نحط الحوض ده هنا، نحط الحيطه دي كذا، الاضاءه كذا. فكان بالاقناع وما تعبتش خالص من التعديلات، بالعكس التعديلات كانت الاحسن تملي. انا اتعودت في الشغل معاك ان انا ابقى الموضوع واضح من الاول في اي مشروع من ضمن المشاريع اللي احنا اشتغلنا فيها مع بعض. فكنت حابب دايما الموضوع يبقى واضح من الاول خالص كتكلفة وكرؤية عامة للمشروع وحتى مواعيد التسليم. نتكلم كالتكلفة من الأول. التكلفة من الأول طبعا كنا بنتفق، وكان أسعار هي الأسعار اللي موجودة في السوق. فطبعا أسعار كانت أسعار عادية جدا وفي متناول جدا، وكانت باخد بيها أحسن شغل. فكانت تعتبر إن دي تكلفة رخيصة، لأن أنا لما أدفع تكلفة عادية أخد بيها أحسن شغل كأني دفعت كتير قوي بس خدت شغل كويس. فأنا ما بدفعش كتير، لا أنا بدفع السعر العادي اللي في السوق. فالتكلفة كده بالاتفاق، وما حسيتش ابدا ان انا بدفع ازيد من السوق في حاجه خالص. بالعكس انا حسيت ان انا بدفع اقل عشان باخد شغل احسن كتير. ولو كان حصل اي حاجه فيها اعاده كانت بتبقى على حسابك. يعني ما وراكش قلت لي لا مثلا حاجه اتعملت مثلا هنعيدها تاني لاي سبب ما، وانك كلفتني مثلا الدبل ولا حاجه، ابدا. انت بتتحملها وبتتحملها وانت راضي جدا، وبتحس ان دي مسؤوليتك وان انت لازم توصل للي عايزه العميل بتاعك. فده من ناحيه التكلفه احنا ما اختلفناش خالص في التكلفه. من ناحيه الديزاين نفسها بتاع المكان، فده كان بيبقى طبعا انا باخد موهبتك وخبرتك الاول وفكرك، انت المهندس، انا ما عنديش فكره قوي، انا بقول لك عايز كذا وانت اللي بتجيب لي الحاجه. وكنا بنوصل لذوق مشترك. وطبعا انت لما كنت بتضيف لذوق بعد كده بيبقى معاك طبعا خبره احسن، عشان انت عندك الناحيه الفنيه، عندك الناحيه الجماليه، عارف انواع الرخام مثلا، عارف انواع النقاشه والدهانات ايه بالظبط. فكان بيبقى تملي التعديلات بالاتفاق وللاحسن من خلال خبرتك. انا طبعا بتعامل مع عملاء كتير. بيقولوا لي احنا شفنا ايه على اليوتيوب، شفنا شغل كان حد بيعمله، سمعنا حد، فكان بيسمعوا ويجوا يطبقوا الكلام ده معايا، يقول احنا عايزين نعمل كذا ويخشوا في تفاصيل الشغل. هل الكلام ده كان بيحصل معاك؟ في حد كان بيقول لك لا ده اعمل ده وده صح وده غلط؟ لا حد بيقول لي لا، يعني غير العيله بس، مثلا المدام والاولاد مثلا يقول احنا عايزين كذا، الاوضه دي كذا، ماشي. انما ما كنتش بشرك اي حد غريب انه يقول لي كذا، لان احنا كاسره احنا عارفين احنا عايزين ايه، وبنصدر لك اللي احنا عايزينه، وانت بقى بتلفها في الصيغه الفنيه الهندسيه الانشائيه مع التكلفه مع الحاجات المودرن مع الحاجات ذوقنا. تفهم مثلا عايزين هنا مودرن، عايزين هنا كلاسيك كده، فكنت انت بتعملها بالطريقه المظبوطه. فانا مش بروح واقول لك اعمل لي زي ده، احنا بنتفق مع بعض من الاول على الستايل بتاع الاوضه او الفيلا او المبنى او العياده او المكتب اللي احنا عايزينه. فما حصلش ابدا حاجه زي كده. احنا ما شاء الله يعني 20 سنه كان كله بالاتفاق وما اختلفناش خالص. عشان كده انا شايف دايما اهم حاجه العميل اللي داخل على موضوع التشطيب، اول حاجه يكون عارفها هو عايز ايه ومحتاج ايه وعارف طلباته ايه. فدي نقطه كانت انت مريحني فيها قوي من الاول، تبقى داخل وعارف انت عايز ايه بالظبط. عشان كده الموضوع كان بيمشي بطريقه سلسه جدا. فانا شايف ان العميل يبقى عارف هو عايز ايه في الاول. دي كانت اول نقطه مهمه ممكن يعني يبدا فيها خطوه صح عشان تبدا تشطب صح. طب انا في نقطه كده كنت اتعاملت فيها معاك في عياده عملتها لك. دي العياده الاخيره بتاعتي في منطقه الدقي. دي كانت مساحتها مش كبيره، يعني مساحتها
130 متر، بس هي لما تشيل المناور والزوايد وكده تبقى 100 متر. وعايزين نعملها، وكانت ليا والابني طبيب الاسنان محمد، فكنا عايزين نعمل فيها عياده مشتركه ما بين العظام وما بين الاسنان، وعايزين اوضتين اسنان، وعايزين مكتب ريسبشن، وعايزين صاله انتظار للكل. يعني بصراحه انا فوجئت ان انت استلمت الشقه كان فيها مباني، كان فيها طوب احمر، انت هديت ده كله على قد ما تقدر تهد، وعملت ريديزاين من جديد. لا لا لا، يعني كانت بجد حاجه عبقريه خرافيه، انك احنا استغلينا كل سنتي مربع انها تبقى عياده لشخصين. طبعا المساحه ضيقه، المساحه 100 متر ولا حاجه، عشان تعمل فيها 3 اوض كشف، واوضه الاسنان كبيره عشان بيكون فيها كراسي ومعدات وتعقيم وكده. فلا يعني انا بجد فوجئت ان انت عملت تصميم فظيع وحلو جدا ورائع، ان احنا قدرنا نعمل الحاجه اللي احنا عايزينها بالظبط، والعياده موجوده لحد دلوقتي. وبصراحه كل اللي بيخشها يعني بينبهر باستغلال المساحات، اهم حاجه. ده غير بقى الديكور الحديث ولون الدهانات والقصص الجميله اللي انت عملتها لي، ما شاء الله. اصل اختيار الخامات ده من البنود المرهقه جدا لاي عميل، لان طبعا بتختار من مليون لون وتختار من 100 خامه. فالخامات اللي احنا بنتفق عليها، هل كانت اختيارها كان سهل ومريح بالنسبه لك ولا كان في مشاكل؟ لا دي فعلا والله شهاده بقولها امام الله. الكواليتي اللي انت بتعملها، سواء دهان، سواء باب، سواء مثلا سبوتات، سواء سقف جيبسون بورد، سواء حاجه في البياض نفسه وكده. لا لا لا، يعني فعلا حاجه تمنها فيها. والباب نفسه، يعني انت عامل لي فيلا في الساحل، الباب كان ابسط حاجه انه يصدي بعد مثلا معموله بقى لها 7-8 سنين، او الباب مثلا بياضه يقع. انت عامله بطريقه انه ما شاء الله الباب كل يوم سنه اسافر احس ان هو جديد. يعني هو نفس الباب الحمام، باب الاوضه معمول بطريقه، وبعدين تحس ان هو مصفح كده وتقيل. يعني مش البيبان بقى اللي هي اللي ممكن كان اي واحد من العمال بتوع زمان لو عملها لي كان عمل بيبان يعني وهميه جدا وتشقق جدا وتاخد رطوبه جدا وتقفلش وتقعد بقى تنشرها عشان تقفل، واوكر ضايع وحاجات كده. لا دي حاجه جامده جدا فيك. شغل النجاره بالذات، طبعا كل الشغل اللي اذا كان خرسانه، اذا كان تشطيب، اذا كان رخام، اذا كان اي حاجه. وعملنا، انا فاكر الفيلا بتاع الساحل دي انت عامل لي سلم رخام، وبرضه كان المساحه مش كبيره قوي، بالاكره بتاعته اللي هو الحديد بتاعه فضي او ستانلس ستيل، لا على اعلى مستوى. يعني لحد النهارده كل ما بروح بقى لها 5-6-7 سنين بلاقيها كانها جديده. البيبان والرخام والبياض كانه جديد، ما احتاجناش ان احنا نحط فيها فرشه من يوم ما انت خلصتها لي. فلا، فحاجتك اصليه وتمنها فيها وذوقها حلو وفيها اخلاص في التشطيب. يعني مش حاجه اي خلص وخلاص. طبعا خلص وخلاص ده واخد بالك ده كان مع العمال بقى الاولانيين اللي انا كنت بشتغل معاهم. ما بشتغلش مع مهندس عنده شركه وعنده خبره وعنده علم وكده. ما ده الفرق. ده الفرق جامد. وبعدين بالنسبه لك فطبعا كان كل التعامل مريح خالص. وكان في عامل الوقت برضه، عامل الوقت ده كان بصراحه يعني انت بالنسبه برضه بتكلم كتير على فيلة الساحل دي. انت قلت لي خلصها لك قبل مارس، فانا لقيتك مثلا ما بداتش الشغل، كنت خايف ان انت تتاخر. ففي ظرف شهرين جبت الكرو بتاعك كله احتلوا المكان وعلى مارس بالظبط كنت مسلمها لي فندق، يعني تسليم 5 ستارز. يعني دي انا ما انساهاش بصراحه. دي في يعني دي اثبتت يعني ان انت فعلا على مستوى عالي جدا. احنا بنتعامل مع عملاء دلوقتي الفتره دي خايفين يخشوا في موضوع التشطيب لاسباب كتيره جدا، وبنحن بنحاول نطمنهم يبداوا صح ازاي او يعملوا بلان يمشوا عليه. فطبعا من خبره حضرتك في موضوع التشطيبات عايزين ننصح العملاء اللي داخلين على موضوع التشطيب كم نقطه كده نقولها لهم يطمنوا بيها. وطبعا اول حاجه بيختار المهندس اللي سمعته كويسه، اللي عنده شركه سمعتها كويسه في السوق. لما بيقابل المهندس لازم طبعا يتفقوا على كل النقاط من الاول. يعني لو كان في حاجه قلق العميل لازم يقول له انا قلقان من كذا، هتعمل لي ده ازاي، التكلفه والتفاهم في كل حاجه في الذوق والاتفاق من الاول خالص. يعني ممكن ياخدوا وقتهم اسبوع، 10 ايام، شهر حتى على الاتفاق في الاول في كل حاجه. هيحصل اكيد راحه لان انت كخبره هتريحه
وان هتلاقي اسعارك كويسه، اسعارك معقوله، وعندك اذواق كتير بتعمل كل الاذواق، فاكيد هيحصل راحه. ففي الاول التخوف ده هينتهي زي التخوف بين اي اتنين في اي علاقه، ان هما هيقعدوا مع بعض وهيتكلموا في بعض وهيصارحوا بعض وهيشوفوا احتياجات كل واحد، وكل ده هيتمحي بعد ما يخلصوا الفتره في الاول ويبداوا الشغل على اسس وعلى اتفاقات عملوها. بعدين كل حاجه عندك انت بالورقه والقلم، يعني انا شطبت كذا هتدفع كذا، انا هتعمل كذا، ورسومات بيتعلم لك على الرسمه اللي انا عايزها، لون سيراميك، لون تشطيب حمام، لون تشطيب مطبخ، لون دهان. فكل ده يعني الناس ما تتخوفش لو هيختار في الاول حد سمعته كويسه زيك، وهيتفقوا على كل حاجه من الاول. تمام، احنا كده بنتكلم في نقطة ان هو يختار المهندس اللي هيشطب معاه صح. وبالنسبة بقى لبقية النقط زي مثلا اللي هو اختيار الخامات، طريقة الدفع والميزانية بتاعت التشغيل. طبعا حضرتك احنا بنتعامل مع بعض بقالنا كتير، بقالنا أكتر من 20 سنة، فالموضوع ده طبعا يعني خلاص بقى فيه ثقة. بس الناس بتتعامل دلوقتي معانا كتعامل أول مرة، فإيه اللي يخلي الناس تثق في التعامل ويبدأوا يشتغلوا من غير تخوف في نقطة الميزانية ودفع التكلفة؟ نقطة الميزانية، طريقة الدفع نفسها، وان الطريقة اللي انت هتقول له يدفع بيها، والاتفاق. انت تتفق في الاول مثلا هتاخد البادجت كذا، هيدفعهم لك في الاول كلهم او قسط بقسط او في الاخر لما تخلص، والكلام ده كله بيبقى متوثق، وده اللي هيخليه يرتاح لك لما تتفقوا على الناحية المادية من الاول. يعني ده زي ما انا قلت الكلام ده من شوية، ان انت تتفق معاه على كل حاجة من الاول، يعني كل كبيرة وصغيرة، يبقى الاتفاق واضح من الأول، اتفاق واضح في الناحية المادية والناحية الفنية والناحية الزمنية، يعني هيقعد مع قد ايه وهيسلم امتى. وبعون الله انت من الناس اللي فعلا يعني بيوفوا بوعدهم، سواء من كل حاجة، من الناحية الفنية، من الناحية المادية، ما عمركش خدت قرش زيادة. من الناحية الفنية الزمنية كله، يعني بيبقى كله جاهز في الوقت المحدد اللي احنا اتفقنا عليه. واعتقد مش معايا الواحد، يعني انا برضو كنت بعتك لواحد صاحبي اللي هو، او يعني اتفقت معاه، اللي هو مهندس عمرو شلبي، برضو مدح فيك جدا، وكان عنده فيلا في ماونتن فيو باين ولا مش عارف، في حته في التجمع كده، وعملتها له وبرضو شكر جدا. الحمد لله طبعا. الحمد لله. طيب احنا كنا بنتكلم في الحلقات بتاعتنا عن ان احنا بعد الشغل بنسلمه، احنا بنتعامل ان احنا بيبقى عندنا فترة صيانة للفيلا تحت الضمان بتاعنا. طبعا حضرتك غني عن التعريف، احنا كل شغلك تحت الصيانة بتاعتنا من زمان. فهل في حاجة احنا تأخرنا فيها كموضوع صيانة او التعامل ما بعد التسليم؟ لا ما حصلش يعني، وانا بالنسبه لي الصيانه دي ممتده مدى الحياه، يعني في حاجات من 20 سنه بقول لك تعالى صيانه. ده حقيقي. ما عنديش مشاكل. بس انت طبعا لو وعدت في العقد قلت صيانه لمده سنه او سنتين عن اي تلفيات هاجي اعملها لك واصلحها تاني، اكيد انت هتوفي. وعاده انا ما حصليش تلفيات، لانك انت from the very beginning من الاول انت بتستخدم الحاجات اللي هي مش هتتلف. نوعيه اي حاجه، دهانات، نجاره، رخام، اي حاجه، مفيش حاجه بتبوظ. احنا بنحاول نستخدم الخامات اللي هي معتمده في السوق وتبع اصول الصناعه زي ما احنا بنكتب دايما في المقايسات بتاعتنا، عشان تعيش الفتره اللي حضرتك زي ما حضرتك قلت كده بقالك فتره ما اشتكتش من اي حاجه في الشغل بتاعنا. وده بسبب ان احنا استخدمنا خامات ممتازه وعملناها بطريقه صح. دكتور، عايز اعرف هل في اي مشكله قابلتها تخص موضوع التشطيبات او موضوع المقاولات عموما، يعني ما كنتش متخيل انها تحصل؟ والله لو تفتكر كده من حوالي 10-12 سنة، في واحد صاحبي كان عنده حاجة في التجمع كده، واخد بالك، فيلا او حاجة، وقلت له المهندس احمد فرج ده احسن واحد، واسعاره عادية جدا وكويسة جدا، تعتبر رخيصة بالنسبة للجودة اللي بيديها لك. فجي يتكلم معاك، فاعتقد ان السعر افتكروا ان هو غالي، افتكر ان السعر ده غالي، فقال لي لا ده غالي. فقلت له انا بالنسبة لي شايفه كويس، بالنسبة للجودة ده رخيص. يعني ده غالي؟ لا بس هو مش غالي، هو رخيص عشان بيديك جودة اعلى من اللي بيديك نفس الجودة دي في السوق بسعر متوسط. قال لا غالي. ولجأ اعتقد لبعض العمال او مهندس مش متعلم مثلا، واخدها مقاول كده، واخدها بالتجربة وخلاص، وكانت مصيبة.
يعني كانت عمل له حاجات معوجة وحاجات اللي ما فيهاش سيمتري خالص في الفيلا بتاعته او في الشقة بتاعته، وكانت بجد حاجة سيئة جدا، يعني حاجة ما تتشافش اصلا، ازاي انا هعيش في كده. وهد وما اعرفش بقى رجع لك تاني من جديد ولا راح فين. فانت كده يعني لما تاخد الحاجة كويسة من الاول، العلمية من الاول، ويكون السعر بتاعها معقول بالنسبة للسوق، هو ده الرخيص. انما انت لما تعمل غلط وتهد وتبني من جديد دفعت الاضعاف، وبرضه مش هتوصل اللي انت عايزه غير لو رحت لحد عنده خبرة.